انا يا سيدي كنت صاحي بدري كده، قلت ادخل بابجي اشوف التحديث الجديد اللي الناس كلها بتتكلم عليه، اللي هو كان تقريبا تحديث الجليد، صح؟ اسمه لوحده يرعب. قلت اكيد جايبين خريطة فيها شوية تلج. وخلصنا يا سلام على سذاجتي. ما كنتش اعرف اني داخل على عصر البطاريق الرسمي. اول ما اللعبة فتحت لقيت اللوجو نفسه متلج، الموسيقى عاملة زي فيلم فانتازيا، والمودات كلها اختفت، وطلع لي زرار كده مكتوب عليه ايس ايدج. قلت تمام، باين كده اللعبة قررت تبرد دمنا رسمي مش اكتر يعني. فدخلت اللوبي لقيت شخصيتي لابسة جاكيت منفوخ ماسكة كوب كاكاو سخن. قلت الله، الجو باين لطيف. فجأة لقيت نفسي بعطس جوه اللعبة، ازاي معرفش، الشخصية فعلا بتعطس. عملت تعجب وتحتها مليون نقطة. قلت يا نهار أبيض، هما ضافوا نزلات برد في التحديث ولا ايه؟ نزلت الجيم وأول حاجة شفتها كان بطريق طالع يجري على واحد بابجي جن. أنا ساعتها وقفت كده وقلت يا عم دي مسخة صح؟ دي أكيد يعني حد بيهزر، يعني فين العملاق، في الميجا ترون، فين أوبتيموس؟ بدلهم، جابلي بطريق بيعمل سلايد على بطنه بيسرق اللوت. أنا طبعا اتجمدت من الضحك. البطريق بياخد شنطة ليفل 3 ويجري، وأنا وراه بصرخ ارجع يا ابن البطريقة، دي بتاعتي. والبطريق عامل نفسه مش سامع وبيزحلقني. دخلت أول بيت لقيت الأرض كلها جليد، حاولت أتحرك فالشخصية اتزحلقت ونطت من الشباك لوحدها. قلت لأ، كده مش طبيعي، اللعبة بقت سيرك تلج رسمي. طلعت الجبل لقيت فوق محطة غاز جديدة اسمها آيس فويل، يعني حتى البنزين بقى تلج. وأنا ماشي لقيت لاعب واقف بيتدفى بجنب نار. قلت له ايه ده، في تدفئة؟ قال لي يا معلم، لو ما وقفتش جنبها جسمك بيتجمد وتموت. انا ساعتها حسيت ان بابجي اتحولت لواقع تاني، مش كفايه اني بتضرب من بوتات، لا ده دلوقتي لازم احافظ على درجه حرارتي كمان المهم قررت اروح اللوبي، لقيت الصناديق متلجه، لازم تدفيها الاول قبل ما تفتحها، يعني حتى اللوت عايز سخونيه. قلت خلاص، دي لعبه ولا غساله يعني ولا ايه؟ وانا بحاول افتح صندوق لقيت ظاهره غريبه، سامع صوت كر 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 جاي من ورايا. التفت لقيت بطريق ضخم، بطريق حجم عربيه الجيب. انا طبعا قلبي وقع في الجليد. قلت يا نهار ابيض، ده تحديث ولا كابوس؟ بطريق بيبصلي كده وبيعمل صوت وانا مش عارفه اتعامل. اللي زادت فيه تلج ان البطريق ما بيهاجمش بالسلاح، ده بيهاجم بالعياط، ويهاجم لحد ما صوتك يتجمد وما تعرفش تتكلم. وانا بزعق يا ابني اسكت، البطريق ده صوتك عالي وهو بيبص لي بقيت بريئة وبيكمل بكاء لحد ما الشاشة نفسها اتجمدت. بعد ما انا جيت بعجوبة يعني قلت اجرب المركبة الجديدة اللي اضافوها، اسمها سنوكرسر، عربية جليد كده بتتزحلق زي السفينة. ركبتها أول ما دوست بنزين لقيت العربية طارت في السما ووقعت في البحر. اللعبة قررت تضحك عليا رسمي. رجعت أكمل الجيم لقيت الزون نفسه متلج، يعني بدل الغازات بقت عاصفة ثلجية. لو ما دخلتش جوه بيت أو مولد نار جسمك بيتحول تمثال ثلج. وفي وسط الهري ده لقيت حد كاتب في الشات اللي عنده بطريق يجي يساعدني. قلت يعني ايه عنده بطريق؟ ده المفروض عنده مش حيوان أليف. بس اكتشفت انك تقدر تروض البطريق ده، تديه سمكة يبقى صاحبك ويقعد يحميك ويدفيك. قلت اجرب رميت له سمكة، البطريق قال لي، عمل حركة كيوت كده وبقى ماشي ورايا. قلت تمام يا معلم، عندي كلب جليدي رسمي. بس بعد 5 دقايق البطريق جاع، سرق لي مشروب الطاقة ومشي. قلت له ايه يا خيانتك دي؟ ساعتها قلت خلاص يا فوقي، التحديث ده مش للضعفاء، ده للناس اللي تقدر تضحك وهما بيتجمدوا. ناس بتضرب نار وناس بتضرب سخان. الجيم بيقفل وانا بحاول ادور على بطانية، والجيم بيخلص وانا بدعي ربنا البطريق ما يرجعش. في النهاية لما فزت جت الرسالة الأسطورية: وينر وينر
فروزن دينر. ضحكت بصوت عالي لدرجة إن الموبايل نفسه سخن والتهب. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. شوفوا الفيديوهات اللي فاتت، شوفوا الفيديوهات الجاية، ويلا سلام.